تجوزتي بعمر 18 سنة. نعم. مش هيك؟ انفصلتي عن زوجك أي متى؟ من شي سنة. من شي سنة. وعندك بنت شو اسمها؟ اسمها زينب، عمرها 3 سنين. زينب؟ نعم. شو بتغنجوها؟ زازا. زازا. عمرها 3 سنين؟ نعم. هي معك؟ لا حاليا منا معي. ما بحب فوت بتفاصيل هيدا الموضوع لأنه شيء كثير شخصي بتعلق فيه. بس هي عند بيت أهل بيا. نعم. مش هيك؟ وفي يمكن دعوة لإلك لحضانتها، في دعوة بالمحكمة. بس بدي أسأل، هل أنتم مطلقين أو منفصلين بس؟ لا نحن قلت لك ما بدي فوت بالمواضيع. لا لأنه معلش بعض المعلومات يمكن بتساهم بتوضيح الصورة ما بيهمني توضح الصورة قدام حدا، مهمني أنا تكون واضحة قدام الصورة. لا بس الرأي العام أنت عم تخاطبيه. لا ما ضروري خاطبه بهالموضوع. بس هذا موضوع أساسي. هذا موضوع بيتعلق فيه، أنا بطل اتعلق بالرأي. طيب خلينا نقول هيفا وهبة منفصلة غير مطلقة. مصر انك تجاوبك ايه لانه ما بيأثر، يعني هذا شيء قانوني ما بيغير شيء. لا مش ما بيأثر، اكيد هو ما حيأثر ولا رح يزيد ولا يقدم على الناس. المهم انا ما جا بالي يجاوب على السؤال. هيك يعني مزاج. لا عن جد خلينا نمرق على خلينا نسكر هالموضوع هيفا، بس توضحي لنا شوي هالصورة، لانه الناس بحبوا يعرفوا انه هيفا وهبة طيب عندها بنت منفصلة عن زوجي. منفصلة عن زوجك من اي متى؟ من سنة. عشتوا سوا قديش؟ 4 سنين. 4 سنين. كنتوا بلبنان أو بأفريقيا؟ بأفريقيا. أنت بلبنان من أي سنة؟ أنا صار لي سنة بلبنان. صار لك سنة بلبنان. يعني زعلتوا وجيتي على لبنان أو زعلتوا بعد ما جيتي على لبنان؟ لا زعلنا وجيت على لبنان. وما حاول إنه يصالحك؟ أو كانت زعلة كبيرة؟ خلص يا عم. طيب ما بعرف شو رأي هيفا وهبة بالطريقة اللي تعاطت فيها الصحافة اللبنانية مع أخبار هالفضيحة هذه. هل كان تعاطي مدروس؟ هل كان عادل هيفا؟ أنا بتصور إنه تعاطوا مع الموضوع بسرعة منا مدروسة أبدا. مثل كأنه لقطوا الخبر وبدون ما يتأكدوا من شيء بلشوا. يعني أنا برأيي إنه الموضوع ضخم أكثر من حجمه يستاهلوا. إيه. حطوا حبر أوراق أكثر من اللزوم. نعم. تعالجوا مع الموضوع بأنانية إذا بنقدر نقول. يعني بأنانية حتى يبيعوا أعداد يعني قصدي. إيه على حساب كثير ناس منهم أنا يعني. إيه. ما بدي أروح لبعيد. نعم. وأنا كثير يعني أول مرة بحس إنه الصحافة بتلعب دور بتحطيم الإنسان. كنت بفكر العكس على طول، بينما طبعا مع احترامي لبعض الصحفيين ولبعض المجلات والجرايد، بس الأغلبية منهم كانت كثير أنانية بتعطيها مع هذا الموضوع بالذات. طيب هيفا وهبة أو قطعتك، أنت شخصيا لما سمعتي حدا يمكن عم يذكر اسمك شفهيا بإطار الشائعة، أعطيتي حديث نشر على حلقتين بجريدة يومية، وكأنك أنت حبيتي أنك تطلي من خلال هالشائعة على الناس. بتوافقي على الحكي؟ لا لأنه أنا ما اخترت لنفسي هالطلة أبدا. وطبعا أنا ما حكيت هذا الموضوع بأحد الجرايد إلا لما حسيت إنه لا لازم بقى أحكي. ما بنكر إنه في أشياء انقالت عن لساني أنا ما قلتها، بس مزبوط أنا تعاطيت مع الموضوع فينا نقول شوي جرأة. نعم. إنه بس طبعا وردت حالك شوي. وردت حالي بشو قصدك؟ اسمك ما كان ذكر كامل. كان مذكور. ما ذكر كامل لا. كان مقصود بلا، كان عدا عن الأحرف الأولى لاسمي. نعم. كان في كثير صفات غير أحرف، يعني صفاتي أنا كانت موجودة بكذا. ملكة جمال، جنوب، وصيفة ملكة جمال. نعم. أجمل فتاة،
متهمة بفضيحة نعم دعارة. يعني هذا كان وعدا عن هيك الأحرف الأولى لاسمي. نعم. كان كافي إنه أنا أروح وأقول لهم ستوب، بكفي هالقد عيب، لأنه نعم. فعلا تعاطوا مع الموضوع بطريقة كثير عيب. بس حضرتك ما اطلعتي على هالمقالات قبل ما تطلي حتى بحلقة تلفزيونية أو قبل ما تعطي حديث، مش هيك؟ كيف؟ يعني ما اطلعتي على هالأخبار إنه نشرت، كنت عارفة إنه اسمك ورد بشائعات بين الناس. بس هذا ما بيمنع انه كل ما عم بسمع وبالاحرى عم بقرا، يعني بالعكس كنت مطلعه اكثر على الموضوع قبل ما انا، لانه حسيت انه اقل شيء انا قدمته بحق حالي، واقل شيء وبشكر كمان تلفزيون لبنان قدم لي كمان بحقي انه انا اطلع واقول انه بكفي هالقد، انه وصلنا لدرجه اتجهوا للاشياء الاساسيه اذا كان بالموضوع ولا بالبلد. يعني ليش تركوا الناس الرئيسيين وتركوا العالم اللي لها دخل بالموضوع، نسيون على جنب وبلشوا يحكوا عن عالم كثير ما خصها وانا منهم. هلا رح نسال ذو الفقار هالسؤال، بس قبل ما نقول لما ظهرتي على شاشه التلفزيون وهلا انت للمره الثانيه على التلفزيون، حتى لو اثبت القضاء انك بريئه، حتى لو القرار الظني اللي رح يصدر يفترض انه يصدر خلال اسبوع اسبوعين او ثلاثه، لو ما اتهمك القرار الظني او لو اتهمك والقضاء برئك، ظهورك على شاشه التلفزيون وادلائك باحاديث للصحف مش رح يخليك تنذكري دائما انه باطار هالفضيحه اتهمت هيفا وهبي؟ انا ما بنكر انه رح ضلني انذكر، يعني كل ما الناس رح تشوفني، لانه الناس ميالة اكثر للشر، لان لما الناس ميالة اكثر للسلبي، يعني ما بيشوفوا بالانسان حسناته ابدا. ممكن تكون حسناته كثير فعليه هو عم يعملها كل يوم، ممكن تكون الخبر السيء عنه ما بيكون هو عم يعمله، بس الناس ميالة اكثر للخبر السيء. نعم. فاذا هاي بطلت مشكلتي انا، هاي مشكله الناس اللي عم يحكوا بهالموضوع، الناس اللي بدها تقول انه هيفا يوما ما ذكرت بهالفضيحه، مع انه مش بس انا اللي انذكر كثير ناس كمان ما خصهم بالموضوع، وكثير عالم استدرجت كمان ما كان خصها، كان نعم. كل اللي بالامر انه عم ياخذوا رايهم، او بالاحرى عم ياخذوا شهادتهم. استدعيتي الى مخفر 11 كشاهده. ليه بدها كشاهده. تكون هيفا وهبي شاهده؟ نعم. ليه كمان بدي اكون انا متهمه مثلا؟ ليه ما اكيد بدي اكون شاهده، بما انه ممكن يكون في ناس من اللي كانوا موجودين او كمان الناس اللي استدعوهم ممكن يكون انا بعرفهم، فهيدا كان كل الموضوع. اما ليه هيفا وهبي الشاهده هذا شيء ما بيرجع لإلي. طيب هيفا وهبي، انت بالمخفر شفتي ناس مشاهير استدعوا كشهود يمكن؟ لا ما شفت مشاهير. لا شفتي او ما شفتي؟ لا ما شفت مشاهير. ما حابه تفوتي بالقصه يعني؟ يعني اكيد ما حابه ابدا احكي بالموضوع لانه سبق وحكينا فيه، انحكى فيه. بس كل شيء بقدر اقول انه كثير ناس انظلموا بهذا الموضوع. نعم. صراحه. طيب سئلتي عن مشاهير؟ طبعا. عن مطربين؟ نعم. وسئلتي اذا كانوا معك اذا كانوا بسهره، كنتوا سهرانين بسهره؟ ما يعني لا ما انسالت بهالطريقه، سالت شو بعرف عنهم، بس ما بحب احكي عن الموضوع اكثر من هيك. نعم. لانه انا اصلا انا ما خصني باي انسان، انا خصني على حالي، ممكن جاوب على نفسي، ما ممكن انا دافع عن حدا ولا ممكن افتري على حدا. نعم. فاذا ممكن تسالني باطار طيب. حالي. طيب انت لما استدعيتي كشاهده استدعيتي من بيتك؟ نعم. مش هيك؟ اي ساعه كانت؟ كانت الساعه 7:30 الصبح. وضليتي بالمخفر وقت طويل يمكن 10 ساعات؟ ضلينا لشي الساعه 10:30 بالليل. نعم. بس كانت فترة انتظار، ما كانت فترة تحقيق ابدا. نعم. كنا ناطرين المسؤولين ليجوا يحضروا التحقيق، وبهالفترة كانوا عم يستدعوا بعض ناس كثير مستغربين وشو في وشو صار، لانه عن جد ما كان حدا بيعرف شو صار. وبحس انه اللي صار بفعل يد، يعني منه صدفة، يعني انه هيك استدعونا لانه في شك بامر اللي استدعوهم. بتصور انه في حدا كان عم يقصد انه يقول هالاسماء، وما بعرف شو كان المغزى او شو كان الهدف، بس بعرف انه ما نجحوا 100% باللي بدهم اياه يعني. يمكن بالعكس، يمكن عوموا بعض الاشخاص وانت منهم، يعني انت عارضة ازياء سابقة حلك تعتزلي؟
من زمان انا ما كنت يعني محترفه، كنت هاويه مش اكثر. عرضت كم شهر؟ بضعة اشهر مثل ما بيقولوا. يعني 5-6 شهور. اي تقريبا. بوكاله نضال's agency. نعم. وازياء مين عرضتي؟ عرضت لجورج حادي، لفؤاد سركيز، فلتشينا روستي، نعم، سمير صبار، نعم، كثير غيرهم. سوري اذا ما عم بقدر اتذكر منيح الاسماء. انما بدي اعطي المجال لهيفا تقول شغله هون. كنت عم بتجاوبي ذو الفقار قبيسي على هالنقطه اللي طرحها. يعني انت مجرد انك بنت حلوه وبتتزين وبتلبس حلو وبتعرض ازياء وبتروح تسهر، هل هالشيء مفروض يخليك تصيري متهمه؟ بحس انه مش بس انا، اي ست حلوه عليها الانظار وتحت الاضواء على طول. نعم. ممكن تكون ست اجتماعيه، مش بالضروره انه هي بتظهر. طبعا اجتماعياتها هي اللي بتجبرها انه تضلها تحت الضوء وتضلها مزينه وتضلها حلوه. ممكن تطالع الاشاعات بس لانها هي مواصفاتها، مش لانه هي عم تعمل اشياء منيحه. طيب. ممكن اجتماعياتها تنفهم بشكل سيء، نعم، تخلي الناس الاخرين يحكوا عليها، بس هذا مش شرط انه هي منا منيحه. طيب، مهنه عرض الازياء اللي فت فيها فتره يمكن 5-6 اشهر، قديش بعض العارضات اللي بيشتغلوا فيها عندهم سمعه مش منيحه، مش طيبه؟ هذا الشيء ما بيرجع لها كمان كعارضه، بيرجع لها قبل كبنت بالبيت. نعم. فما بنحط اللوم لانها عارضه ازياء، لانه ممكن تكون محاميه وممكن تكون دكتوره، ممكن تكون عارضه ازياء، فما خص المهنه. ما بتصور هي كتربيه وكاخلاق هي شو بتسمح لها تعمل. نعم. ممكن تتصرف من خلالها، بس ممكن لانه العارضه اكثر بتظهر اكثر من غيرها، لانه على طول على صور المجلات وعلى تحت النور وعلى طول اخبارها بالجرايد ان كانت حلوه او العكس. نعم. فهذا هو اللي بخلي الاخبار عنها تكون معروفه اكثر من غيرها. يمكن هي على كل حال بما انه في شيء بمهنتها من مزاج الفنان، بتتصرف شوي بحريه اكبر، بتتحفظ، بينما الحكيمه او المحاميه بتتحفظ اكثر، يمكن كمان بحكم مهنتها. انا لا، العارضه هو فن بحد ذاتها، يعني مثل اي فنان. نعم. ما خص المهنه، انا ما بتصور ابدا خص المهنه. برجع بقول انه كل واحد اخلاقه شو بتسمح له يعمل. نعم. اجتماعياته، الطريقه اللي بيتعامل فيها مع المجتمع ومع الناس، وممكن تكون كلها ايجابيه ومع هيدا تطلع عليه اشاعه لانه انسان ناجح ولانه بنت حلوه ومرتبه، فبحاولوا قد ما فيهم. يمكن كمان يكون عندها اعداء. نعم. في شيء بينه وبين انا ايه يعني بقول عندي اعداء، بس الاصحاب اكثر واهم. ولو اكيد كل انسان ست حلوه مثلك وناعمه مثلك عندها اعداء، ممكن ليش؟ يكون عندي اعداء، ليش لا؟ اعداء شو؟ اذا اعداء مهنه انت مثل لا، ما احترفت ومني عارضه ازياء. بحب نوه. نعم. ممكن يكون عندي اعداء، ما ضروري عارضات ازياء ولا ما ضروري حدا معين، بس ممكن يكونوا ناس ما بحبوا هيفا وهبه، تكون انسانه ناجحه وانسانه سيده مجتمع. نعم. مرتبه، فممكن يخلقوا ممكن يكون في الجراثيم اللي انا بسميهم جراثيم، هو اللي بيشوهوا بسمعه الشخص المشهور والمنيح. فانا بحسهم جرثومه هدول، لازم. بس انت ما كنتي مشهوره قبل لا الشارع. بالعكس، يمكن لك ما انك كنت سامع، بس كل المشاهدين اللبنان بيعرفوا هيفا وهبه قبل حتى هيدي الشائعة ما زادت شيء، بالعكس هيدي الشائعة حطمت اشياء حلوة. ممكن انا الناس رجعت بنت لي اياها، المحبين الطيبين اللي بحبوني هن رجعوا وقفوني، ولكن زادت شيء الشائعة انه نحط اسمي بموضوع مثل هيدا قذر. على كل حال كنا نعرفك بفيديو كليبات لجورج وسوف، عاصي الحلاني وهاني العمري. كنا نشوف ست حلوة عم بتمثل بهالكليبات هيدي. يمكن ما كنا نعرف كثير الاسم، بعدين صرنا نعرفك. هيفا وهبة، بتحسي انه تأخر صدور قرار الظني؟
يعني من أسبوع زرت المحقق العدلي يمكن وانقفل التحقيق بانتظار صدور قرار ظني، بتحسي انه تأخر صدوره؟ يمكن في ميل 30 يوم او 15 يوم لحتى يصدر بعد انتهاء التحقيق. انا ما بقدر اقول تاخر او يعني انا ما بقدر احكم امتين بدهم يصدروا الحكم. نعم. لانه ما بتعرف شو ممكن تكون القضايا هي بين الناس اللي المتهمين الحقيقيين، ما بتعرف قد ايه ممكن يكون حجم الاتهام اللي لهم. فمشان هيك انا بقول لهم ياخذوا وقت، يعني مش انا بقول لهم المفروض ياخذوا وقتهم ليعرفوا قد ايه ليعطوا لكل انسان الحكم اللي بيستاهله. نعم. اما عدا عن هيك ممكن يكون تاخر حكم البراءه بالناس البريئين. نعم. ممكن يكون يعني ناس اللي اتهموا بالغلط المفروض انه بقى ينحكى بموضوعهم اكثر، لانه نعم. مشان ما يسمحوا للناس وللرأي العام نعم. يضخم الموضوع اكثر من حجمه. نعم. بتحسي انه بهالوقت هيفا وهبي دافعت عن حالها من خلال وسائل الاعلام؟ يعني انت ظهرتي على اغلفه 5 مجلات تقريبا خلال هالشهر، طليتي من تلفزيون، هلا انت بتلفزيون ثاني، بتحسي انك الراي العام كيف تلقى في كلامك، كيف تعاطى معك؟ ما بعرف، بدك تسال الناس، يعني هيدا الشيء سؤال تطرحه للناس اللي بدورهم هن رايهم بحسه اهم من جوابي. بس انا احساسي هيك عشت واقع وواجهته مثل ما المفروض، لانه انا ما اخترت لحالي هالظروف، هي اختارتني، بالاحرى ناس معينين هن اللي حطوني بهالظروف هاي، فكان علي انه انا اواجه هالظروف اللي انا انوجدت فيها. وما عدا عن هيك فانا ما بقدر اجاوبك على الشق الثاني من طيب ردود فعل الناس بالطريق بمكان بنايتك؟ حسيت احبهم الي زاد، وحكيهم لإلي هيك كثير في دعم. بحس انه حسيت بمحبه غريبه من الناس، يمكن كانوا كابتينا، وهيدا اجت الفرصه اللي يقولوا لي انه نحن معك، ونحن ما بنصدق الاشاعات، ونحن بس بالمقابل في ناس بتحسي بيطلعوا فيكي شذرا؟ اكيد، لانه في ناس كثير بهمها انه ينطلع علي هيك اشاعه، حتى لو ما بيعرفوكي. يمكن ممكن يكون عندهم هيك دافع نفسي، ثقه كثير ضعيفه بحالهم بتخليهم انه ينظروا لي هالنظره او يتمنوا لي هالشيء اللي صار. بحس انا كل انسان بيصدق هالشائعه بحس عنده شيء معين ضدي، شو هو ما بقدر انا اقول، هو بيعرف اكثر مني. عم بتسمي دائما حدا انسان؟ اكيد بدي اسمي، في مجهول، في ناس خيالات سوداء ما بنعرف مين هن، بس اكيد في حدا وراء الموضوع. هلا في مش حدا واحد، اكثر من حدا، اكيد 100%. حدا قريب منك يعني؟ ممكن يكون قريب مني، ممكن يكون حقود هيك انسان. خلال التحقيق ما سالتي هيفا وهبي مين زج اسمك؟ بما انه التحقيق مني اكيد سالت اذا في حدا، يعني ليه انا شاهده، بس انا شو بدي اشهد او هالمعلومات اللي انتم بدكم تعرفوها عن الناس انا ما بعرفهم. نعم. ليه انا بدي اعطيكم هالمعلومات؟ صحيح. مثلا يعني صحيح. فاذا اكيد حدا بده يكون حط اسم هيفا وهبي، يمكن تعرف اشياء عن المواضيع، انه ليه انا، بس مين هالحدا ما قال، ومع انه غير ناس قالوا له مين، فاذا يمكن ما في حدا، يمكن في حدا ما بدهم يقولوا. ما لمحوا لحدا؟ بلا اكيد لمحوا لي لاشخاص. حدا كان قريب منك بفتره وانفصلتوا؟ شو عم بتلمح؟ ما بعرف، في ممكن وفي اشياء كثير اكدت لي، مع انه عم بتمنى انه ما صدقها، ليك لوين قلبي طيب. انه ما بدي صدق انه ممكن يوما ما يكون كان في ناس هالقد قراب الي ممكن يكونوا هالقد حقودين. عن جد احيانا الخبز والملح بيصير مي، انه ما بعرف كيف الناس ممكن تتعامل مع بعضها بهالحقد وبهاللئم، بس هدول بيكون بدهم ما بقى بدهم مجتمع مثل هيدا يعيشوا فيه، بدهم اطباء نفسيين هن يعالجون الامراض اللي هن عم بيعيشوها. بس برجع بصر انه في كثير عالم منيحه. هيفا وهبي اللي فينا نقوله انه هلا انت عم تجيك عروض كثيره لحتى تشتغلي بالازياء، وانت ما بدك، مش بس بالازياء، عرسان بيجي عرسان كمان فن كتار بيتقدموا بشكل رسمي؟ في منهم بشكل رسمي، بس
خلص شو بدك تعمل؟ يعرفني. في حدا هيك هفل له قلبك؟ ليش؟ يمكن بعد بحب زوجي. هي خبرية. ليه سكت؟ لا فعلا بتحسي بحب؟ لا بحس انه بس يجي شخص مثل زوجي بدون السيئات بشيء، بدون السلبيات، ممكن يحل محله. بس عدا عن هيك ما بعتقد ممكن حدا ياخذ قلبي غير بنتي هلا، ولا حدا حياخذ قلبي غير بنتي. يعني قلبي مشغول ببنتي بس مش بحدا ابدا. يعني حدا عنده صفات زوجك بدون سلبيات، فينا نفهمها رسالة هلا إلى الزوج؟ ما حدا ما عنده سلبيات، مشان هيك يمكن ما حدا حياخذ مطرح بنتي. نعم. ولا مطرح بنتي. طيب زوجك هلا بلبنان، في افهم انه عم تبعتي له رسالة حب هيك ناعمة غير مباشرة؟ لا ابدا لا، ما بقى في مجال للرسالة. طيب فاكس؟ لا فعلا بتحسي انه انتهت الامور؟ انت شو بتحس؟ انا حسيت بكلامك حنين شوي. هيدي 10 4 سنين وطفلة بيناتنا، هذا دم يعني ولحم. ما ممكن حدا دم مثل ما بيقولوا ما بيصير مي ابدا. نعم. وانا بكون بلا اصل اذا بحكي عن هذا الموضوع بغير هالطريقة. اما بالنسبة للمشاكل اللي صارت ممكن تصير باي بيت وممكن تؤدي للانفصال، ولكن هذا مش معناتها انه هو شخص ما انه منيح، او ممكن يكون في ناس هن نزعوا لنا حياتنا، اشخاص قريبين منه